يستجيب لحاجيات المنخرطين الراغبين في امتلاك سكن لائق وبمواصفات عمرانية تقطع مع ماضي المدينة المليء بالتجاوزات وتفريخ السكن العشوائي. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع تقع في منطقة اعتبرتها الوثائق الرسمية لوزارة السكنى والتعمير منذ سنة 2007 منطقة مفتوحة للتعمير ومتوفرة على كافة الشروط اللازمة للاستثمار وإحداث المشاريع السكنية وغيرها. وعلى الرغم من تعدد المحاضر الموقعة مع بعض الجهات المعنية في قطاع التعمير بالمدينة من أجل إخراج المشاريع السكنية من منطقة الرق الأصفر إلى الوجود، فإن المصالح والإدارات المعنية ما زالت تختار موقف المماطلة والعرقلة بأعذار مختلفة تخدم مصالح ضيقة وتكرس سياسة تفريخ السمسرة التي تعطل مصالح فئات عريضة من المجتمع وتحد من مجالات الاستثمار والتنمية وتخدم قلة من لوبيات العقار الذي يشكلون الوصاية المكشوفة على قطاع حيوي بمدينة قرمين. ونظرا للمقاربة الازدواجية والانتقائية التي يتعامل بها المتدخلون في مجال التعمير والمتمثلة في عرقلة مشاريع الولايات والتعاونية السكنية بالرق الأصفر لأغراض غير بارية، فإن الأبعاد الاجتماعية لسياسة التعمير باتت مهددة في هذه المدينة. كل هذا في مقابل تبسيط وتسهيل المساطر في وجه مشاريع أخرى. وبعد سنوات من الانتظار وفي ظل استمرار سياسة التماطل والتنصل من تنفيذ مضامين المحاضر الموقعة مع بعض الجهات وكذا تأخر الإجراءات العملية لانطلاق أوراش العمل والبناء بمنطقة الرق الأصفر، تعلن المكاتب المسيرة للوداديات والتعاونيات السكنية المنضوية تحت لواء الفيدرالية ما يلي: أولا، استنكارها الشديد لمنطق المماطلة